في عام 1912 انطلقت سفينة تايتانيك من بريطانيا إلى نيويورك، وأثناء الرحلة اصطدمت بجبل جليدي وغرقت، فمات أكثر من 1500 شخص من ركابها، وتعتبر من أكثر الحوادث البحرية مأساوية في التاريخ. أصبح الموقع مقصد العلماء، فلا يمكن الوصول إليه إلا بغواصة وتكنولوجيا متقدمة. شركة أوشن جيت فكرت باستثمار الموقع سياحيا، فصنعت غواصة متطورة لهذا الغرض. هذه تخيل معايا تكون ملياردير وتكون جالس مع ليك ما بيك حتى كتجيك واحد فكرة ديال ارانكري غواصة ونمشي نشوف بها حطام سفينة تايتانيك المشهورة. ولكن المفاجأة هي هاد الغواصة غادي تختفي في وسط البحر. فاجي نعرفوا القصة كاملة ديال غواصة تيتان. وقبل ما نبداو ما تنساش تخلي واحد لايك واشتراك في القناة وتبارطاج الفيديو مع صحابك الا كان كيعجبك بحال هذا المحتوى. ويلا نبداو. نهار حد اللي فات قرر واحد خمسة ديال المليارديرات يكريو واحد الغواصة ب 250 ألف دولار سميتها تايتان تابعة لشركة أوسين جيت الأمريكية باش يديروا واحد الرحلة باش يشوفوا حطام تايتانيك. وهاد الغواصة اللي كروها كتكون مجهزة بأكسجين كيكفي اللي في الداخل ديالها لمدة ديال 4 أيام. ومن بعد ساعة و45 دقيقة فاش بدات رحلة الغواصة في أعماق المحيط غادي تفقد معاهم الاتصال. هادشي اللي غيخلي سفينة تايتانيك ترجع للأحداث من بعد ما غرقات لكثر من قرن. ومن بين ركاب هاد الغواصة رجل أعمال بريطاني هاميش هاردينغ، ورجل أعمال من أصل باكستاني شاهزاده داوود والابن ديالو، وستوكتون راس مؤسس أوسين جيت، وبول هيرني نارغولي خبير في سفينة تايتانيك. ومن بعد ما دازت 4 أيام والأكسجين تقاضى من الغواصة وكان العالم كامل في انتظار شي جديد على الغواصة تايتان اللي اختفت يوم الأحد الماضي، غادي يعلن خفر السواحل الأمريكي على اكتشاف موقع حطام قرب سفينة تايتانيك. وصرحت الشركة المصغرة للغواصة المفقودة بين الركاب الخمسة اللي في الغواصة غادي يكونوا ماتوا على الأرجح، من بعد ما جاء تقارير من خفر السواحل الأمريكي أن واحد مركبة آلية كيمكن لها الغوص في الأعماق ولقات حقل الحطام أثناء بحثها عن الغواصة المفقودة في قاع المحيط. والحدود هاد اللحظة اللي نشرت فيها هاد الفيديو هادشي اللي كاين من الصحافة على الغواصة، وتقدر تبان شي تطورات جديدة في القضية. وإلا كنتي وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي واحد لايك واشتراك في القناة وشي كومنت تحفيزي وتقدر تعبر فيه على الرأي ديالك في القضية. وشكرا على المشاهدة.